اليوم يا ولد راح نسوي ردة فعل على تيك توكات رمضان، وراح نشوف شلون رمضان صاير او شلون تيك توك ناطي رمضان. فاكيد انتم منا دام سمعتوا رمضان وسمعتوا مثلا تيك توكات وحبشكلات العيد هذه، اكيد راح يكون اكو اكل. فقبل لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وخليكم ويا اول مقطع. また夜だ。朝だ。また夜だ。なんだ。さらに時が加速しているぞ。 حرفيا هيك صار. هسه حاليا انتو مو بس انه الوقت سريع، انه الموضوع مالت اللي كان موجود انه حاليا احنا فوق، انا بالمكان اللي انا ساكن بيه مو فوق انا تطير الصواريخ اللي صار بالحرب، بحيث حتى عندي فيديوهات انا مصورهن انه قدام جاي ينفجر بالسماء. راح اشوف اذا لقيت الفيديو راح اخلي لكم اياه هسه وانا احكي انه شلون انه الموضوع انه مو بس رمضان انه بسرعه الوقت يمشي. صح ان الوقت يمشي بسرعه، بس ايضا هم مو فوقان الصواريخ، يعني احنا نفطر ومباع الصواريخ من فوقان الطاير. حرفيا شي غبي. وبس خليكم ويا المقطع الثاني. حرفيا هيج الوضع صاير، بحيث انا عندي هواي اشغال هواي سوالف اريد اسويهن. اقول ورا الفطور، بس تفطر تجيك النوم خراب انه مستحيل تقوم. ومو بس هذا الحكي، من تقعد النوم انت ما بك حل تسوي شيء اصلا. فانت ما يعني لا انت تقدر الصبح تسوي وقت انت صايم، ولا انت وقت ما انت فطران. بحيث الموضوع غريب جدا، يعني ما تدري شو تسوي. يعني انا مثلا عندي سالفه اريد اسويها، اقول انا اقعد اشوف روحي طافي، اقول ورا افطر افطر ورا افطر افطر هيجي. تيجي تسوي ماكو وقت. انا اقول لك بال 11 ب 12 ايه شوي ممكن بيها مجال، بس ذاك الوقت انت طافي حرفيا ما ادري. وبس خلينا بالمقطع المرة. وطبعا احنا قلنا تيك توك ورمضان بنفس الوقت ما يجتمعون اذا ماكو اكل. فعبالكم اعذب نفسي وادور لكم، والله لا اعذبكم وياي. يلا تعذب وياي. وبيجيك امير براس قاعد وهو راس القوزي ما ادري شنو ايش ياكل تمام. هذا. هوبا. لا. ومو بس هذا لا شيء. طبعا انا شفت لكم يا ولد مقطع غريب يعني، واحد يسحر سحور تقول جاي يفطر، حتى بالفطور مستحيل اثقل هيك. شوفوا راح سؤال ردة فعل. شوف مبارك عليكم الشهر، سحور اول يوم رمضان اخترت انه يكون هالوليمة اللحم. على الشفل. تاخذ قطعة الظهر كاملة وتنقف لك ذيك اللحم الراهية ويا الشحم، وتغمس له شوي في الطحينة، تاخذ قطعة ثانية وتحط فوقها شوي دقوس يدتي مي ضاع. ترى رمضان هالسنة دقوس يدتي متواجد معاكم، متوفر في جميع اسواق الحلي، ختامها راس بس مو اي راس. هاي شنو هاي يا ولد؟ تشوفون هذا يحكي هذا سحور، هذا انه ياكله وينام. يعني انت متخيل راح تنام وبطنك هالقد اكل وكمية صوديوم بيش فظيعة. يعني انت تخيل لي هذا كله تتبيلات وهاي وكله تحتوي على ملح، تحتوي على ملح ويلي. المهم يعني كله بيها ملح والدنيا هاي كله راح ياكلهن، بحيث هذا يصلي صلاة منه يصلي فجر يروح يفطر. شايف شلون؟ والله يا اخي ناس عجيبين. ومو بس هذا طبعا، يعني انت لازم اكو ذولي اكو طبقه من الناس يسموهم الاستعباطيين، تعرفوهم اكيد. ذول الاستعباطيين نخليهم مرتبه استعباطيه وياهم. شوفوا هسه انتوا راح تعرفون ايش دا احكي. هلا، واليوم راح أشارككم روتيني اليومي بيوم رمضان. أنا أول ما أقعد من النوم أشغل دعاء الصباح وأقوم أدعي ويا الدعاء، وبعدين أحط مرطب. هذا انا صايم ما راح اقدر احكي، بس هذا اللي شفتوه هسه قبل شوي، هذا من الطبقة الاستعباطية اللي حطيناه قبل شوي. هو يكون أول واحد، أعتقد اسمه ثامر أو تامر، والله ما أعرف اسمه. ما لقيت الفيديو الأصلي، لقيت فيديو هيك أنه ونزلته جبته. يمكن أعتقد مسح الآن. هو نزل على أنه والله أستهزئ وبلكة الناس يحكي علي. شاف شلون؟ هو نجح بهالشي بس شبع مسبة إلى يوم المسبة. فما أدري شنو بباله. يعني أنت سنشار طيب انشهرت بشنو؟ هو يعني أنت مثلا شنو صرت أشوفك بالشارع راح أشوفك أتفل بوجهك أني، مع احترامي مع عدم احترامي إلك أخي والله ما شرف إنك تكون أخوي. يعني أنت جاي تشوفون الغباء اللي يسويه، إنه هذا جهاز ما أدري بيشوفني إيش بيك يا أخي إيش بيك إيش بيه هذا. يعني إنه هو اللي يسوي هيك، إنه أنا شوفوني إنه يعني أنا ما يهمني إنه ما أدري شو. ناس غبية. وبس يا ولد هذا كان مقطعنا اليوم، وكان وياكم فيكسد والله حيهم.